مباراة هامة وقوية بين الأهلي وطلائع الجيش غدا الاثنين بإذن الله. يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مساء اليوم الاثنين مباراة قوية مع طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباراة المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، كأس رابطة الأندية المحترفة سابقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقام في 9:30 مساء يوم الاثنين باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر. واستهل الأهلي مشواره في كأس عاصمة مصر كأس الرابطة بالخسارة الأسبوع الماضي من فريق إنبي 1-0 مساء الخميس الماضي في الجولة الأولى من دور المجموعات. ويسعى النادي الأهلي لتحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة حتى يستطيع المنافسة على تحقيق اللقب الذي يتطلع لحصده للمرة الأولى في تاريخه. وجاءت مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 كالتالي: المجموعة الأولى الزمالك، سموحة، مودرن سبورت، بتروجيت، الجونة. المجموعة الثانية المصري، سيراميكا، زد، البنك الأهلي، غزل المحلة. المجموعة الثالثة الأهلي، طلائع الجيش، إنبي، فاركو. المجموعة الرابعة بيراميدز، الاتحاد السكندري، الإسماعيلي، حرس الحدود. وتصل جوائز بطولة كأس عاصمة مصر الموسم الحالي 2024-25 مليون جنيه، في الوقت الذي سيحصل أي نادي يشارك على 400 ألف جنيه نظير المشاركة فقط، على أن تكون الجوائز كالتالي: 10 مليون جنيه للبطل، 4 مليون جنيه للوصيف، 2 مليون جنيه للثالث، ومليون ونص للرابع. القناة الناقلة لمباراة الأهلي في كأس عاصمة مصر تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي في كأس عاصمة مصر مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنساش تصلي على النبي واللايك الجميل والاشتراك في القناة.